العلبة اللي سممت الأكل. هدى موظفة بتشتغل من 9 ل5 وبتحب تجهز وجبات الأسبوع من يوم السبت. اتباع ترند مشهور جدا: جهز الأكل كله في علب بلاستيك وسخنه كل يوم في الميكروويف. اشترت علب شكلها حلو من محل بدون علامة تجارية وغلفت الأكل كويس. يوم الاتنين سخنت المكرونة في العلبة وأكلت وهي مبسوطة إنها وفرت وقت وجهد. بس من تاني يوم بدأت تحس بصداع وغثيان وبعدها إسهال متواصل. لما راحت للدكتور سألها سؤال بسيط: انت بتسخني الأكل في إيه؟ قالت له في علب بلاستيك. طلب يشوف العلبة، مفيش فيها أي علامة بتدل على إنها مايكروويف سيف. المفاجأة: التحاليل بينت إن في مواد كيميائية اتنقلت من البلاستيك للأكل بسبب الحرارة العالية، من ضمنها مادة البي بي اي ومشتقاتها. ومادة البي بي اي بنسميها البسفينول اي، ودي مادة كيميائية بتستخدم في تصنيع العبوات البلاستيك واسطوانات الأكل. المادة دي ليها مخاطر مرتبطة بالجسم. طب بتوصل لنا ازاي؟ لما بنسخن البلاستيك المحتوي على مادة البي بي اي زي علب البلاستيك في درجات حرارة عالية، بيتسرب البي بي اي للأكل اللي احنا بناكله، وبالتالي تعرض الجسم لمستويات عالية من البي بي اي بيعمل تأثير سلبي على الغدد الصماء وعلى هرمونات الجسم، وأشهرها هرمون الاستروجين، وبالتالي بيعمل مشاكل زي اختلالات في الدورة الشهرية، زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، مشاكل في الإنجاب، تأثير على النمو العقلي للأطفال. طب الحل إيه؟ نختار علب بلاستيك أو عبوات تحمل علامة بي بي اي فري. رقم 2: نتجنب نسخن الأكل بتاعنا في عبوات بلاستيك غير مخصصة لده، ونستخدم الأواني الزجاجية المناسبة. مش كل بلاستيك ينفع يدخل مايكروويف، ومش كل ترند شكله عملي يبقى آمن. لقمة أمان بتحكي لك اللي محدش قاله.